انصح كل بنت وست مش عارفه تتعامل مع جوزها، مش عارفه تتعامل مع حبيبي، مش عارفه تتعامل مع خطيبي، مش عارفه تتعامل مع الجن الازرق. اقول لك انا حاجه، مش دايما لما تيجي كل يوم تعملي حاجه. آه عملت اول حاجه معينه او سالتي كام سؤال معين فشل فيهم. تاني مره لما تيجي تعملي الحاجه ما تعملهاش هي. ما بطلوا فكاوه بقى، بطلوا. غيري. اتعاملت يمين، اتعاملي بقى ناحيه ثانيه شويه. اتعاملت بالكلام، اتعاملي بقى مثلا بالحاجه الحلوه مثلا. برضه هتفهموني غلط. قصدي في الاسئله، قصدي في المشاعر والاحساس. مش دايما لما تيجي تجربي حاجه تقولي ان انا فشلت، انا انا مش هينفع اكمل، انا زهقت من العلاقه، انا. الحياه اللي احنا عايشينها دي، احنا كل واحد بيغلط. انت ذات نفسك بتغلطي، انا بغلط، انا كاحمد بغلط، والمصحف عادي يا جماعه، ده حياتنا. عارفين الواحد لو ما غلطش الغلطه دي اكنها لا سكري ملح. بخلل. حاجه مع الاكل يعني. شفتوا الاكل لو حته مخلله او بتنجانه الواحد ما فاهمين قصدي. لازم حته المشاكل او الغلطات زي كده. لو حياتنا كلها سكر وليمون وعسل وحاجات جميله قوي، صدقني والله هنمل وهنتخنق. لكن لو في حته ملح كده شويه كده، مشكله صغننه. وانا عارف اللي كل الناس بتوقف مشكله صغيره. لكن لا، حياتنا كلها لازم يكون فيها مشكله. مشكله عندك، عند اختك، عند ابوك، عند امك. لازم يكون في مشكله عند حبيبك، حاجات كتير قوي. عشان كده لازم حياتنا يكون فيها مشاكل. ما تقولش انا كل حياتي كلها مشاكل. عارف لو كل حياتك مش مشاكل والله العظيم هتمل وتتخنق وتزهق من الحياه اللي احنا عايشينها. احلى مسا عليكم.